السلام عليكم. تحياتي لكم جميعا وكل اللي بيتابعني وكل اللي بيجبر بخاطري بلايك. يا ريت يا جماعة اللي يشوفنا ما تنسوش تحطوا اللايك وفعلوا الجرس عشان لو في جديد تشوفوه معانا. قضية النهاردة هنتكلم الأول. الرسول عليه الصلاة والسلام نصح الشباب بالزواج، لكن الحياة اتغيرت وبقى المال هو الحسب والنسب. ما بقاش الحسب والنسب أصلك وعيلتك، لا بقى مالك وفلوسك. ومش مهم حلال ولا حرام المال ده، الجمال بقى صورة من الشيطان. ما بقيناش نعرف شكل البنت الحقيقي من كتر اللي عاملاه في وشها. بقى الغالبية زوج وزوجة الاتنين بعاد عن الدين. احفظ ربنا يحفظك، يحفظك في كل شيء، يجعل ليك مخرج. إنما الإنسان مهما كان مستقيم في سلوكه ومحترم نفسه وقايم بواجبه تجاه أسرته وما عندوش وقت يصلي أوقاته المفروضة بحجة إن هو شغال ليل ونهار علشان يوفر لأسرته حياة كريمة، وبقى يلهس لهس الكلب ويركض ورا الفلوس. يعني يركض ورا الفلوس ويجري ويلهس ورا الفلوس. وربنا سبحان الله في القرآن قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن. وانتوا عارفين الآية، يعني سبحان الله، مصير حياته هيبقى الضنك، فإن له معيشة ضنكا. مصير حياته الضنك مهما كان الإنسان ثري ومن أصحاب النفوذ والفرعنة مقصودة طبعا، بعيد عن قرب ربنا ومخافته من الله. ماله ووضعه، المال والوضع هيكونوا سبب في هلاكه. قضية النهاردة شاب من الفيوم قرر يتجوز واتعرف على بنت وراح يخطبها ويتجوزها، وبقى يشتغل الشغل اللي هو يوم يشتغل ويوم ما يلاقيش شغل. فلما لقى الموضوع مش جايب همه في الفلوس قام قال لي أسافر القاهرة. سافر القاهرة يشوف رزقه ويوسع على نفسه وعلى بيته، وخد زوجته معاه اللي هو خلف منها بنت وبقى يشتغل هناك. كان بيشتغل ليل ونهار، ومع تكرار الشغل الراجل تعبان، وهي كانت لها طلبات زوجية بس بزيادة قوي لأنها طماعة في كل حاجة. الزوجة في الفترة اللي جوزها مشغول فيها اتعرفت على واحد ابن الجيران اللي ساكن في نفس البيت اللي هي ساكنة فيه. شاب 19 سنة شغال على تيك توك. كان بيوصلها وقال لها كلام حلو أو هي اللي قالت له كلام حلو. المهم ارتبطوا ببعض. إيه، الشيطان سول لهم نفسهم وبقوا يقابلوا بعض برا المنطقة ويقابلوا بعض كتير، وتكرر المقابلات لغاية ما قالوا ايه، احنا نقابل بعض كمان في الشقة. بقى يطلع لها في غياب زوجها وغيابه. كان هو الولد ده يطلع والراجل مش موجود، في غياب الزوج وفي غياب الخوف من ربنا. الزوج الطيب الشقيان واثق في اللي سايبها في البيت، اللي كل همه انه يوفر لها هي وبنتها اكلهم وشربهم ويكفيها، وما يجيش في باله خالص انها بتخونه. الراجل ولي نعمتها وأنيها في بيته، مش متوقع خيانتها اللي احنا بنشوفه دلوقتي للأسف. أمر مستفز فوق الوصف، لحد ما الخاينين قرروا ان هم يخلصوا على الزوج الطيب الغلبان الشقيان. قالوا احنا وهو نايم نعطيه حقنة هوا، وبعد يوم ولا 2 من الخطة ديت قالوا لا بلاش. مش بلاش علشان خايفين من ربنا او خلاص غيروا رأيهم وقالوا بل مش هنموته، لا، ده عشان قرروا ان هو الخطة ديت احنا مش واثقين منها، احنا ما نعرفش ايه ابعادها، ما يمكن ما يموتش ويبقى اتفضحنا وخلاص. لا، احنا نستبدل خطة القتل بخطة تانية، وهي ان هم يموتوه وهو نايم بالحبل. وطلع الخاين ومعاه حبل، وبقوا يشدوا
الحبل قصاد بعض لغاية ما فارق المسكين الحياة. قعدوا ساعة يفكروا نخلص ازاي. جابوا السجادة وحطوا الله يرحمه الزوج المخدوع فيها، ونزلوه في التوك توك، وبعدين رموه في مقلب للزبالة وحطوا عليه أكياس زبالة. اللودر وهو بيشيل الزبالة لقى السجادة فيها حاجة غريبة ملفوفة، والسجادة شكلها مش قديم، سجادة جديدة. فبيفكوا عشان ياخدوها، لقوا فيها جثة شاب ميت. ولأن الدم ربنا وكيله، الشاب ده كان نايم بلبس الشغل وصورة بطاقته في البنطلون. سألوا عنه وجات الشرطة، وبالتحريات وصلوا لأهله. قالوا ابننا بيشتغل في القاهرة. خد مراته وبنته معاه، وبسؤال مراته لما راحوا لها قالت انا معرفش هو فين، هو بقاله ساعات غايب عني وانا مش عارفة هو فين. وقعدت تعيط وترسم الخطة. لما قالوا لها لا ده هو كان دخل البيت، قالت انا معرفش. ومين اللي عمل كده في جوزي؟ وعملت نفسها زعلانة ومقهورة على جوزها، الله ينتقم منها ومن الأمثال. قالوا لها احنا جايين نسألك انتي. بالتحريات عنها عرفوا انها على علاقة مع الشاب جارها اللي عنده توك توك، وكمان عرفوا ان الزوج دخل البيت ما خرجش منه. والشباب أكدوا علاقتها بصديقهم، وهو كان بيحكي اللي بينهم مع أصحابه. هي الست الخاينة الموكوسة الداعرة مفكرة نفسها ان هو حافظ سرها، وهو فضحها والكل عارف اللي بينها وبينه. بالتحقيقات الولد قال كنت هتجوزها ونعيش مع بعض. هي قالت ما كانش جوزي بيديني حقوقي الشرعية، فقررت اخدها بس بطريقة غير شرعية. استغفر الله العظيم يا رب. الحكم في القضية ديت كان إحالتهم لحبل عشماوي، الإعدام طبعا الحمد لله. يعني كل واحدة في الناس الستات اللي موجودين واللي في الدنيا مش عاجبها جوزها، سيبيه سيبيه، يعني سيبيه يعيش، وانت روحي في 60 داهية تاخدك مع اللي انت عايزاه. انما تحكمي على الراجل ان انت تموتيه علشان انت تكملي حياتك مع عشيقك. طيب ما تموتي انت وعشيقك، ربنا ياخدكم في اي مصيبة. والراجل الغلبان اللي لا حول له ولا قوة وقاعد ياكل فيكي ويشرب فيكي ويطفح فيكي، بتموتيه ليه؟ طب ما خلصي نفسك، مش طايقاه، مش عايزاه، امشي. ولا انت عارفة ان هو لو مشيتي محدش هيبص في وشك فتقومي تقتلي جوزك؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوجة كده. انا مش عارفة هي الستات مالها في ايه الايام دي. الستات بقت يعني حاجة اللي مش عاجبك جوزك اقتليه. هو بقت الست كده، انا مش عاجبني جوزي اعرف عليه اقتله، انا واللي انا عارفاه اقتل جوزي. عشان ايه؟ انا مش فاهمة. ولكن عدالة السماء عمرها ان شاء الله ربنا المنتقم الجبار اللي هياخد حق كل انسان اتعرض لقتل وسفح من انسان تاني. وربنا ان شاء الله هياخد حق الزوج اللي كده، اللي خانته زوجته سواء قتلته او لسه ما قتلتوش. فان شاء الله يعني احنا عايزين الستات اللي زي دي تكون عبرة لامثالهم، ويشوفوا ايه اللي هيتعمل في اي ست بتفكر ان هي تقتل جوزها اللي هو نايم في سريره ومآمن، وهو اساسا نايم في بيت واحدة كلبة هتخش عليه تقتله. يعني فين الامان بعد كده بقى؟ يعني الناس تتجوز ازاي؟ الراجل يتجوز ويأمن ازاي ست عليه؟ هو يقعد يأكل ويشرب ويطفح فيها، وهي تروح تحب عليه وتتجوز عليه وهو شقيان، وبعدين تدخل على راجل فين الحقوق اللي احنا عايزين؟ اعدام خاص للحالات اللي زي كده. احنا عايزين الستات اللي زي دي تبقى عبرة للي زيهم، يشوفوهم. لان يعني الغالبية من الحوادث دلوقتي بقت كده، عشيق وعشيقة يقتلوا الزوج. يعني خلاص كده الزوج بقى كده في ايد الزوجة تعمل فيه اللي هي عايزاه كله. والحادثة اللي انا حكيتها قبل كده للراجل اللي برضو جوز اخته
اتفق مع مراته عشان يقتلوه وقتلوه وعملوا له مدفن في نفس الأوضة، وبقت تقابل العشيق بتاعها في نفس الأوضة وهي دفنة جوزها. ده مشكلة. أستودعكم الله الذي